مستجدات وحقائق مثيرة في قضية المرحومة والأستاذة والشابة هاجار أرفود اللي هزت المغاربة هاد القضية، واللي كنجدو تعازينا الحارة إلى الأسرة ديال المرحومة وكذلك إلى كل المغاربة اللي صراحة من داخل ومن خارج أرض الوطن تصدموا لهاد القضية واللي صراحة حسبوها بنتهم. إذا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، في هذه الحلقة ديال اليوم اللي خصصناها بخصوص القضية ديال المرحومة هاجار اللي تعرضت للتصفية من طرف التلميذ. إذا احنا مؤخرا كنشوفوا كثرت جريساجات، كثرت استعمال عديد من الاشياء اللي لا داعي لذكر الاسماء ديالها. كنشوفوا ان واحد الاهمال من طرف بعض المسؤولين، كيتفاعلوش مع بعض الشكايات، ما كيتفاعلوش مع بعض الامور، كيحسبوها انها امور عاديه وفي الاخير كتنتهي بشي حاجه اللي كتصدم. والمرحومه كانت اكدت هذه الامور في عديد من التصريحات ديالها مع الصديقات ديالها، وكذلك في الآخر تصريح اللي كان مع قناة الشعب. إذا متابعينا الأعزاء، اليوم غادي نصحوا داك المغالطات اللي كيتم التسريب ديالها، حق اعتقال المدير ديال التكوين، حق اعتقال الأستاذ، حق اعتقال فلان. لا داعي للاستماع إلى مغالطات وأشياء لا وجود لها بصفة عامة. كل ما في القضية ديال المرحومة هو التلميذ أنها كنت كتشكى منه، قدمت شكايات، كيعرفوا داك السيد كيستعمل جميع الممنوعات. كذلك انه كما كنقول ماشي داك الانسان اللي كيقول لا هذه مزيانه وهذه خايبه، خارج ليها كما كنقولوا حنايا طاي. اذا حنا ملي كنرجعوا لهاد الامور هذه كنشوفوا ان شكايات حسب ما جاء في بعض المعلومات كانت كتدفع بهذا الشخص هذا. كان يجب التوقيف ديال هذا الشخص، كان يجب تدخل باش ان دار فحوصات طبيه لهذا السيد، واش مدمن على بعض الاشياء، واش انه كيستعمل بعض الامور، واش يستحق انه يبقى في ذاك المدرسه ولا يمشي يتعالج، ولا ماشي حتى توصل القضيه واننا نخسروا استاذه في الشباب ديالها، في البدايه ديال الشباب ديالها. قدر الله ما شاء فعل، ربي بغاها وبغاها تمشي بهذه الامور هذه، ولكن راحنا خسرنا واحد الاستاذه، وممكن ان نشوفوا هذا الشيء هذا كيتكرر. اذا هنا علاش كنطالبوا بالتشديد وبتصعيد العقوبه على مثل هذه الاشياء هذه اللي بقينا كنشاهدوها في الشهور مؤخرا. كثرات صدمه وراء صدمه، صدمه وراء صدمه. الناس ما بقاش تخاف لا من امن لا من سلطه لا من قضاء لا من شنو الاسباب. هو كنشوفوا ان الفساد منتشر في عديد من الميادين. السيد كيخسر واحد، كيلعب له في وجهه، كيعطيوه شهرين 3 شهور كيفاش بغيتو. هادشي ما يكونش سند وما يكونش دعم من بعض الاطراف. كيقول لك انا غادي نمشي ونضرب عليه 3 شهور وشهرين ونضرب عليه عام وعامين ونخرج. اذا ولا الانسان ما خايفش، ما مردوعش من داك السجن اللي خص تبقى الهيبه ديالو، ما خايفش من داك القضاء ومن داك الامن اللي خص تبقى الهيبه ديال الامن وتبقى الهيبه ديال القضاء. لان شفنا مؤخرا كيتم التطاول حتى على رجال الامن، لولا ان ما كيستعملوش الامور الوظيفيه ديالهم لحمايه ديال المواطنين ويحميوا نفسهم، ان الامور غتوصل وهلي فين عندنا في البلاد. وهذا الشيء هذا شنو السبب ديالو؟ هذه الحكومه الحاليه، هذه الحكومه الحاليه اللي عينا نوجهوا في نداءات وعينا نناشدوا وعينا نناديو على هاد المسؤولين، كنقول لهم بان هذا الشيء هذا راه ما كيبشرش بالخير. هذا الشيء هذا راه غادي بالبلاد الى التهلكه، غادي بالشعب الى الوراء. حنا ما رابحين حتى شي جانب وما حتى شي طرف. خسرنا استاذه، خسرنا واحد الشاب اللي ممكن انه لو كان تعالج، ممكن انه لو كان دخلوا بعض، وحنا كنعطيو احتمالات، رغم ان بحال هاد النوع هادو خصهم اقصى العقوبه. كيفاش انك تغدر واحد الانسانه بداك الطريقه اللي كتأدي الواجب ديالها، اللي كتقري وليداتنا. اذا حنا كنقولوش كلشي، راه كاين بعض الاساتذه الله يهديهم، ولكن هاد الاستاذه هذه الجميع كيشكرها، حتى
حتى الطريقه ديال الكلام ديالها اللي كانت في التصريح، والله العظيم اني ما كنت كنستمع للتصريح ما قدرتش اني باش نبارطاجيه معكم. الدموع بقاو هوادين بدون شعور. انسانه يعني كتكلم بواحد العفويه، يعني رغم داك الشيء اللي كانت كتعيشه من طرف هذا التلميذ هذا، والمعاناه والتهديدات اللي كان دائما كيهدد فيهم، دائما انها يتسمى دايرها في البال، هذا حطها يعني في بالو وواعدها انها قال لها انا جاي ومعول على المؤبد. اذا هاد الناس هادو شنو خاصهم؟ اذا كنطالبوا كنشدوا من السلطه ديالنا، كنطالبوا وكنشدوا من المسؤولين ديالنا بتصعيد العقوبه. الله يجازيكم. وهذا الشيء هذا حنا كنفتخروا بالقضاء وبالسلطه ديالنا. حنا في بلد الامان. حنا ما بغيناش ان دابا استاذه ما بقاش كيتم الاحترام ديال الرجل الامن، ما بقاش كيتم الاحترام ديالو. كيفاش ان نقدروا نسردوا وليداتنا للمدارس وحنا بالنا هاني عليهم؟ كيفاش نقدروا نسردوا وليداتنا انهم يمشيو كما كنقولوا يستمتعوا ببعض الاوقات وحنا بالنا مرتاح؟ ما بقيناش قادرين ان نخليو وليداتنا يخرجوا حتى للحي باش انهم يلعبوا او انهم يمشوا عند الاصدقاء ديالهم، لان الثقه تفقدات. والثقه تفقدات هذا الشيء صعيب. لان علاش ولينا كنعيشوا واحد التخوف من بحال هاد الانواع هادوما؟ لان ما كتخافش انت على راسك، كتخاف على وليداتك. كتخاف على وليداتك لان هاد الناس هادو بدون رحمه بدون شفقه. شوف كيفاش غدر انسانه وكيفاش انه طعنها بالغدر. يعني جاي السيد معول كما جاء في التصريحات. اما بخصوص الاعتقال ديال المدير او الاعتقال ديال الاستاذ او ديال الاستاذه، ليس هناك اي اعتقال الا اعتقال صاحب الفعله، واللي كننتظروا يعني تعليمات وننتظروا اخر مستجدات بخصوص الحكم اللي غادي ياخذوا القضاء في حق هذا الشخص هذا. هاد كما نقولوا هاد السفاح. اذا هاد الناس هادو كيشكلوا واحد الخطر كبير، كيشكلوا واحد الخطر كبير على البلاد، كيشكلوا واحد الخطر كبير على المجتمع. اذا ملي كيخرجوا جمعيات ويدخلوا وكيقول لك حقوق الانسان، حقوق كذا حقوق كذا، راه كاين بعض الاشخاص ما خصهمش الحقوق، راه كاين بعض النوع ما خصهمش الحقوق، خصهم الزرواطه. حنا كناشدوا على السلطه، كناشدوا على القضاء، راه بغينا داك الهيبه ديال الامن وديال السلطه ترجع. باش ما بغى الواحد يا بالخطر يا بالزز، وقانون يطبق على الجميع، ما تكونش وجهيات. لان كاين بعض الناس كينساو الواجب وكينساو القسم وكينساو التعليمات ديال صاحب الجلاله ملك البلاد حفظه ونصره الله، والله يشافيه لينا ويطول لنا في عمره. وكيبقاو تماكين كيديروا داك الشيء اللي بغى هذا ولد خالتي، هذا ولد عمتي، هذا ولد الجلالي، هذا وكذا. اذا حنا راه ملينا من هذا الاهمال ديالكم. راه اللي ما كيستحقش شي منصب ما خصوش يبقى فيه. خص المراقبه، خص المحاسبه، خص المتابعه. واحد الانسان كيدير واحد الكارثه وكيمشي يضرب عليها شهريره. شفنا بحال الشابه اللي في مراكش، بحال عديد. كيفاش بغيتوا ان هذا الشيء هذا ما يكونش سند؟ حنا راه اللي كيخلينا نتكلموا الغيره على بلادنا، ماشي كنتكلموا اننا بينا شي حاجه، ولا ان كنشوف اشخاص كيطلعوا كيتكلموا يبارطاجيو اشياء لا وجود لها في القضيه او في الموضوع. الهدف ديالهم هو المشاهده لا غير. وهذا الشيء هذا هو راه عنده تاثير على البلاد وعنده تاثير على المجتمع. بارطاجيو شي حاجه اللي غادي نستافدوا منها، تكلموا في الامور كما هي، قدموا نصائح، نشدوا على المسؤولين، نشدوا على السلطه باش انه يتم التدخل، نكونوا سند، نكونوا يد وحده. راه كما هاد الاستاذه مشات اليوم ضحيه ديال هذا التلميذ، ممكن نكون انا ولا انت ولا هذاك ولا هذاك. اذا كيفاش بغيتوا ان نسردوا وليداتنا للمدارس وحنا بالنا مرتاح عليهم؟ كيفاش اذا حنا اليوم كنقولوا حتى بعض الاباء وبعض الامهات كيهملوا وليداتهم، كيشوفوا وليداتهم مرض وكيعملوا كوارث وكيجريسي وكيعملوا وساكتين عليهم، ما يشوفوش وليداتهم ويدوهم يشوفوهم يتعالجوا ويحاولوا. ان حنا عارفين ان المعاناه مع غلاء الاسعار وبزاف ديال الامور الله يحسن العوان، ولكن راه الاهمال ديال بعض الاشياء كيكون النتيجه ديالو الثمن ديالها. غير هاد الام خسرت الابن ديالها، ها هو غيمشي للسجن، هاد الاسره خسرت الابنه او الشابه اللي خسرناها كاملين، واللي والله العظيم حتى قطعتنا في القلب ان صراحه واحد الانسانه عفويه،
وتوصلت بزاف ديال المعلومات من عديد من الاصدقاء والناس المقربون اللي كيعرفوا هذه المرحومه، واللي عطاونا هذه المعطيات وحاولنا ننوروا بها الراي العام. نقول لكم مشاهدينا متابعينا الاوفياء، غادي نبقاو على تتبع ديال القضيه ديال الاستاذه هاجر، الله يرحمها ويرحم الجميع، وتعازينا الحاره بصفة المتتبعين ديالنا لا داخل ولا خارج أرض الوطن إلى الأسرة ديال الشابة هاجر، والسلام عليكم.